الرحمن الرحيم. بالنسبة لقضية المتعاقدين، جوهر المشكلة أن المتعاقدين يطالبون بمساواتهم مع بقية الأساتذة والأطر التربوية الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية، وهذا حق طبيعي ودستوري وأخلاقي وقانوني لأنه لا بد من المساواة، إلا أن الدولة تعتذر بأن الخصاص هائل والميزانية محدودة، ولحل مشكل الاكتظاظ، مشكل الخصاص، مشكل الهدر، لا بد من التعاقد الواسع مع فئة تقبل بأجور أقل وحقوق أقل. من جهة الدولة ميزانيتها محدودة، ومن جهة المطلب مشروع. ما هو الحل؟ الحل هو الحوار، لأن ما أشيع من إلغاء التعاقد فتح الموضوع على المجهول، فهناك من قرأه بأنه استجابة من الدولة للمطلب، وهناك من قرأه بأنه تهديد من الدولة لهؤلاء بالطرد. ولسنا ندري لحد الآن ماذا في ذهن وماذا في إمكانية الدولة، ولكنني أقترح حوار بين تنسيقية موحدة جامعة تنشأ من التنسيقيات الفرعية والمحلية التي أنشأ هؤلاء المتعاقدون، بعيدا عن النقابات التقليدية، لأن النقابات التقليدية إما نقابات مقربة من أحزاب الحكومة فسوف تميل إلى رأي الحكومة، وإما نقابات مستقلة أو قريبة من أحزاب المعارضة فستميل إلى التصعيد. بعيدا عن أي شد أو جذب أو مزايدة، أحسن لهؤلاء الشباب المتعاقدين أن ينشئوا تنسيقية موحدة وأن يحاوروا الدولة، والحوار سيوصل ربما إلى حل وسط ما بين إكراهات الدولة وما بين مطالبهم. بسم الله.